السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كيف صح؟ إن شاء الله بخير. لا بعدين ولا قبلين مثل ما بيقولوا. هي الدنيا هيك تعودنا عليها، هيك الناس اللي قبلنا تعودوا عليها. فيها صعوبات، فيها مشقات، أكيد الدنيا مثل ما بيقولوا صعبة، ما هي سهلة أبدا. تمام؟ يعني صح نحن كمان وضع البلد شوي مزودة مثل ما بيقولوا، بس الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال. علامة طيبة انك دخلت على الفيديو، لهيك ما راح نطول عليك، ومو ضروري اذا حدا اعطانا المايك ونحكي نسحبها 10 و20 دقيقة. بدي اقول لنفسي شغلة واحدة بس واقولكم اياها كمان، انه هي ما لازم نستسلم. تمام؟ يعني الحياة مثل ما قلنا فيها صعوبات اكيد، بس انت اذا بدك يعني في عندك، ما راح اقول عندك هدف وهالكلام هذا اللي سمعتوه كتير، بس فعلا انت اذا حابب تصل لشي معين، في شي حابب انك تصله، لازم ما تستسلم. يعني هذا الشي تقريبا طبيعي، ممكن زيادة شوي عن باقي الناس وعن باقي البلدان، بس يعني هيك الحياة. يعني خاصة نحن الشباب على اساس امل وعنا اندفاع وطموح وكذا، لازم هالشي ما يموت ابدا، واذا مات مشكلة ومصيبة كبيرة. يعني مثلا هالقطعات اللي صارت معنا والله مو بايدنا، والله عم بحلف وبرجع بحلف وبكرر، مو بايدنا ابدا، شي خارج عن ارادتنا. وحاولت كتير يعني كتير لاني ما اقطع، ولكن في شي اقوى مني للاسف، وهلا رح ارجع طبعا ما رح استسلم. فعندكم هاي القناة المتواضعة مثال مبسط جدا عن المثابرة. يعني صح بنقطع، ولكن والله كل ما بتصح لي فرصة بدي ارجع هيك لبين ما بعرف شو رح يصير بالاخير. يعني بالنسبة للقناة مثلا ما عم اقطع كسلا او مالي جاهز او نفسيتي تعبانة، لا والله، يعني ظروف ما هي متعلقة فيني. تمام؟ يعني مالي يد فيها. صراحة عم نعيش بأوقات شوي صعبة بالنسبة للدراسة، بالنسبة للشغل، بالنسبة لكل شيء. فبدها صبر وما نستسلم. أهم شيء ما نستسلم. يعني أقل شيء ما عم اقول لك روح هد الجبل أو روح اعمل هيك، أقل شيء ما تستسلم. يعني ضل عم تسعى، النتيجة ما دخلك فيها، النتيجة على الله. علي وعليك شو؟ السعي. بس نسعى ونضل نسعى، نضل هيك لحتى نموت، والله يطول بعمركم جميعا. يعني بهالمرحلة أكتر نصيحة بتلزمك وبتلزمني، ضل اسعى. شو ما صار، شو ما جرى، زعلت، فرحت، صار شي زعلك، صار شي أسعدك، صار شي حلو، صار شي بشع، توقعاتك للسعي ممكن يعني ما يكون له نتائج، معلش اسعى حتى له نتائج. ما له نتائج اسعى، في مردود ما في مردود اسعى. تمام؟ اسعى ضل عم تسعى. ومثل ما بيقولوا لساتنا ببداية عمرنا، فإذا هلأ استسلمنا يعني مشكلة كبيرة. لسه ما هي أول مطب أو تاني مطب أو خامس عاشر مطب يعني منمر فيه بالحياة، فبسيطة، لسه الطريق طويل. بدها صبر. فهذا الفيديو ان شاء الله بنقول لكم انه رح نرجع، ما رح اقول رجعة قوية ورجعة قاتلة وحاسمة، لانه ما عاد اسأل عن نتائج، خلص يعني بس السعي اللي علي رح اعمله والباقي على الله. فالله يوفقكم يا رب ويفتح عليكم. وهذا الزمن بده شوية عند زيادة على الاهداف اللي حاطة ببالك وعلى الطموحات اللي بدك اياها. يعني بدك تكون عنيد وما تستسلم فورا، لانه ما رح تحصل على شيء بالسهل ابدا. اهم شيء يا شباب ويا اخوان ويا اخوات، ترضوا ربنا سبحانه وتعالى، لانه يعني هيك وضع وهيك ظرف بده معجزة، بده توفيق من الله لحتى تتيسر الامور. فاولا واخيرا رضا الله عز وجل، بعدين يعني اكيد لازم نسعى بامور الدنيا، نسعى للرزق، نسعى للدراسة، نسعى لكل هالامور، ولكن بالنهاية أكيد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا كان كل شيء الفيديو اليوم. شو النصيحة اللي نصحناكم إياها بالفيديو؟ اسعى. صحيح، نعم، خليك عم تسعى ولا تيأس، وبلا اليأس وبلا الإحباط وبلا كل هالشغلات. سلم أمرك لله. تمام؟ سلم أمرك لله بالقول وبالفعل. يعني خلي هالكلمة تطلع من قلبك أو هالجملة وأنت مسلم أمرك لله. خليك دائما في سعي في هذه الدنيا إلى أن الله عز وجل يأخذ أمانته.
ونحن بما أننا مسلمين فعلا التوكل على الله عز وجل بهالأيام خاصة محتاجين له كتير، مو شوي مو شوي صغيرة أو وسط، كتير 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 محتاجين لأننا نتوكل على الله عز وجل. يعني ممكن في طريق شوي مجهول نتيجته مو كتير واضحة، أنت لازم طبعا تعمل استخارة، تستشير الناس الصح، تستشير الناس اللي عندهم خبرة بالمجال اللي راح تدخله، وإذا كان ظاهر الأمر خير فتوكل على الله وأقدم عليه واسعى وروح وتوكل على الله عز وجل بعدما أن تبذل كل هذه الأسباب. ومن ذكر بمقولة حلوة بتقول: خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. التوكل على الله مهم جدا جدا، ولكن أنت قبل ما تتوكل على الله افعل كل الأسباب اللي بتحسن عليها. لا تترك مكان، لا تترك طريق، لا تترك شارع، لا تترك أي باب إلا وتطرقه، تمام؟ وما تترك أي سبب وإلا تعمله، سبب للرزق، سبب للنجاح، سبب لأي من أبواب الخير. لازم تفعل كل هذه الأسباب ومن ثم تتوكل على الله عز وجل. ومثل ما قلنا ما تسأل عن النتيجة، النتيجة أكيد إذا كانت حلوة رح نفرح، ولكن إذا ما كانت بتسرنا فهذا أكيد خير، والله عز وجل مخبي لنا شيء أحلى أكيد. طبعا عاد هيك مشان أخلص الفيديو ما أطول عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.